السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك وازاي معيزك وازاي البلح اللي في ايدك؟ انا النهارده جاي احكي لك على ايه، قصه مش مهم تسمعها. قبل ما احكيها لك، وانا شكلي عايز انام جدا، انا عايز انام جدا. قبل ما احكيها لك، انا ليا رجاء شخصي جدا عندك، ان انا مش طالب وجهه نظرك في اللي انا هحكيه ده. انا مش طالب استعطاف او يا حبيبي يا حرام يا لا اطلاقا. والاهم من ده كله ان انا مش طالب اي مساعده من حد، لان انا بحكي حاجه حصلت في الماضي. لو انت عندك اي حاجه حابب تقولها، ممكن تقولها لحد صاحبك بيمر بنفس التجربه. والفيديو ده يا جماعه لا يحتوي باي حال من الاحوال على اي تحريض او اي مشاعر سلبيه او اي حاجه خالص. انا عايزك تفهم اللي انا هقوله لك. كان يا مكان يا مشاهدين يا كرام، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. خليني افكرك بشهر 11 اللي فات كنت بحكي عن صاحبي السيء. خلينا بلاش الزباله، عشان خاطر كان بيحاول بشتى الطرق ان هو يأذيني في ظهري ويعمل معايا مشاكل كبيره جدا. ما احبش اقول اسمه لان ده شرف لن يناله على الاطلاق في حياته. انا ما اقدرش اقول لك ازاي تعرف صحابك، بس انا ممكن اقول لك يعني عينه من اصدقائي الكويسين. ارجع بيك بالزمن لحد نقدر نقول شهر 8 9 10 2018. كنت عامل عمليه في صباع رجلي الكبير، عمليه الضفر الغائر. بتبقى حاجه صعبه كده، فاهم؟ لما الضفر بتلبس جزمه ضيقه فالضفر يرشق في اللحم. وانا عملت العمليه دي في رجلي دي حوالي مرتين. لما مؤاخذه في الكلمه، متيس في السرير لمده اسبوعين 3 شهر كده، ما بتحركش خالص. ما كنتش مستقر دراسيا اطلاقا. ماديا كنت خلاص يعني على باب الله خالص، ماديا ونفسيا وعاطفيا وكل حاجه. وكنت بلجأ لبعض الاساليب بقى الرديئه الدنيئه الرخيصه اللي بيلجأ ليها الكثير من الرجال يعني. وهو زي ما قلتها لك قبل كده، ان انت بتخلق فقاعه في دماغك كده عن شخص موازي احسن منك في كل حاجه، وتصدر الشخص ده للناس، فالناس تتقبله وتحبه، فترجع البيت تلاقي نفسك ان انت مش متقبل نفسك لان انت مش الشخص اللي انت رسمته في خيالك. فانا كنت في دوامه وحشه قوي، وكان الواحد بيستعر من ان هو يقول الكلام ده لحد. بس خلاص، طالما احنا عدينا من المرحله وكبرنا الحمد لله، فنحكيها. عرفت ان في احد اصدقائي اتعين معيد عليا في الكليه، وهو اصغر مني بسنه. فدي حاجه قهرتني كده وقتها. واحد تاني لقيته شغال شغلانه كبيره جدا ما شاء الله مع احد اقربائي في مكان كبير جدا، والشخص ده اصغر مني بسنه او اتنين. الحاجه التالته ان كل الناس اللي انا اعرفهم اتخرجوا واشتغلوا وعملوا كل حاجه والدنيا زي العسل. انا الوحيد قاعد في سريري بصباعي يا دوب قاعد عمال اتفرج على قنوات كوره اجنبيه، مقالات دوري الانجليزي ومش عارف ايه وبتاع، اشوف تجميعات كمبيوتر، اشوف اسعار العربيات، اشوف مش عارف ايه وهكذا. باين ان انا مرمي في زباله يعني، ما لا اخفيك يعني، باين ان انا مرمي في زباله وحالتي صعبه والدنيا مش حلوه خالص، ومفيش حتى ايه اي دليل على ان في حاجه هتتحسن. كل المقومات دي هتؤدي بيك في الاخر يعني حاجه تقدر تقول زي اكتئاب. بس الفكره في ان المكتئب ما بيعرفش ان هو مكتئب. الناس بتقول له يا اسطى انت مكتئب، هو بيقول ايه يا جماعه ما انا زي الفل اهو، يا جماعه ما انا زي الفل اهو، في ايه يا جماعه؟ ولو تلاقي الواد يعني تحت عينه مسود فاهم وشعره منكوش، يا جماعه ما انا كويس، يا جماعه في ايه، ما انا زي الفل اهو، وعمال يشير ميمز. بيبقى فعلا هو شايف ان هو كويس يعني، هو مش بيأتنشن بالانتي اتنشن، لا هو مش بيأتنشن. هتكئبوني بالعافيه ليه؟ انا شايف ان انا كويس، انا زي الفل الحمد لله، انا احسن من غيري كتير يعني. مع الحاله النفسيه دي بتبتدي بقى تتساءل، هل انا بعد ما وصلت لسن 24 سنه، طبعا 24 سنه برضو ما زلت شاب ايا كان عمرك، فانت مش كبير على انك تتعلم اي حاجه جديده يعني. الحياه كانت مسوده خالص في وشي، وشايف ان انا دراسيا، عاطفيا، اجتماعيا، ماديا طبعا تحت الصفر. الدنيا دايسه عليا وهرساني، واقول لها كفايه تقول لي لا خد تاني. قررت قرار يعني غير مسؤول خالص، فخدت قرار وهو ان انا هنسحب. لو رجع الزمن 100 مره اكيد كنت هاخد نفس القرار، لان انا كنت هبقى بنفس تفكيري، نفس تفكيري الانهزامي. بتبص على الدنيا من عدسه صغيره قوي، بتبص على حيطه واحده بس في الاوضه، حين ان انت عادي ممكن تلف كده لو عندك كرسي بصراحه، زي لو ما عندكش مش هتعرف. بص كده تلاقي طلع فيه حيطه هنا وحيطه هنا وسقف، او تطلع من الاوضه خالص وتلاقي ان اصلا السقف ده فيه فوق فيه حيطه، وظهر الحيطه ده فيه حيطه وفيه حيطه، وان احنا قاعدين في شقه والشقه دي في عماره، وان انت مدرك مدى ضآلة حجمك، وشايف الناس اللي حواليك بتتقدم، مش هقولك بتنجح لكنها بتتقدم. بيترتب على ده ان بيبقى عندك شويه احقاد داخليه تجاه الناس اللي حالهم انت بتظن ان حالهم افضل من حالك، فبتقرر لا خلاص انا هنسحب. فتقوم جاي واخد الدش ومصلي وتستغفر ربنا وسامحني يا رب على اللي انا هعمله، لكني قررت الانسحاب. واتمنى محدش ياخد كلامي اللي جاي ده بسخريه، لان ناس كتير جدا جدا بتمر بده وبيحاولوا يبينوا الموضوع بسخريه او من باب الميمز. عارف انت الميمز اللي هي بتقلل فيها من نفسك دي علشان خاطر يبقى الموضوع يبان ان هو هزار، لكن انت من جواك فعلا محتقر نفسك، وانت فعلا متضايق من نفسك، وفعلا مش مرتاح، وفعلا بتفكر كل يوم في الانسحاب.
بس خايف علشان امك هتزعل مثلا، هلبس النضاره الشمس بعد ما اتوضى واصلي كده واغمض عيني واعدي الشارع من غير ما ابص ناحيه العربيات. فوالله لو جاءت اراده ربنا ان تيجي عربيه، اتكلت على الله يعني الى المثوى الاخير، مثلا رجلك اتكسرت ولا حصل لك مشكله ولا عاهه، ساعتها الحمد لله بقى عندي مبرر لفشلي. شوف انا كنت وصلت لتحت فين يعني. انا عايزك تتخيل معايا انا كنت نزلت فين. فخلاص خدت القرار وهوب ونزلت في وقت المفروض ان شارع الهرم بيكون فيه ماشي مش واقف يعني، ورحت معدي. توكلنا على الله. واتمنى ما يجيش حد في الكومنتات يقول لي يا اسطى كنت هتموت مش عارف ايه. والله العظيم 3 رأيك مش هيرجع الزمن. فاتمنى رجاء انك تسكت وقول كلمة طيبة، لعل وعسى يكون في حد بيتفرج فقد الامل. انا هنا مش بتكلم في انت صح ولا غلط اطلاقا، انا مش مهتم بانت صح ولا غلط، انا كنت بنسحب خلاص بقى، انهزمت. عارف المنحنى الجيبي، عارف العجلة، انا كنت تحت في النقطة الاخيرة وما كنتش شايف ان دي النقطة الاخيرة. وعلى رأي اغنية سمعتها في مرة وانا راكب مع واحد صاحبي، ان القاع اللي انت فيه ده فهو قمة قاعك اللي جاي، فانت هتفضل تقع. وعلى رأي اغنية برضو كده مش فاكرها، هو ان النور اللي في اخر النفق ده مش نور، ده قطر هيجي يهفك. بعدي عربية معدية انا مغمض، يا ابن مش عارف ايه يا اعمى. الناس عماله تشت لحد ما رجلي خبطت في الرصيف ورحت واقع على وشي، اتعورت تعويره محترمه يعني. فالناس اتلمت افتكروني اعمى فعلا. انت كويس؟ طب انت في ايه مش عارف ايه، انت كنت نايم وانت ماشي ولا ايه، ولا ماشي وانت نايم ولا ايه؟ فانا قمت اللي هو ايه يا جماعه، ده لسه في حاره تانية هعديها يعني. انا كده عديت الحاره الرايح اللي هي اتجاه الجيزه، يبقى الحاره التانية اللي هي اتجاه الرمايه لسه هعديها، لسه يعني لسه فاضل حبه. وقوموني وانا عمال انضف هدومي وبتاع، اتاري الحاره التانية واقفه خالص. كان رهاني في الموضوع ده ايه، واكيد ده كان تصرف غلط. كان التواكل بتاعي ان والله لو انا كنت عديت وعشت فعندي فرصة، فأنا أستحق الحياة. ونظرة مشوهة جدا عن حق الحياة للإنسان. هل الإنسان هو اللي بيدي حق الحياة لذاته، ولا بمجرد ما تنفخ فيه الروح فهو قد اكتسب من الله سبحانه وتعالى حق الحياة؟ أنا هنا مش جاي أديك درس في الأخلاق ولا الدين، أنا هنا جاي بتكلم مع يحيى اللي من 2 سنين. المهم ما طولش عليك، قول طول فضلت عايش، فده معناه ان في امل. خلاص ما هو طالما انا عشت لابد ان يحصل ان انا اعمل حاجه. رحت مطلع التليفون ومتصل بمين؟ بواحد صاحبي ده هو صاحبي اللي وقف معايا قبلها ب4 سنين لما كنا رايحين نجيب البلاطي. كلمته وقتها فجالي على قهوة سلطنة، كنت بقعد معاه كل يوم تقريبا. يا اسطى تعالى نقعد على القهوة. فجينا ونزلنا وقعدنا على القهوة، فرحت حكيت له، راح متخانق معايا ومتعصب جدا. لو تقولش امي فاهم، انت عبيط يا يحيى، ايه العبط ده، ايه الانهزامية دي، ايه ده، ايه هو اي واحد هيتعرض لمشاكل وازمة سواء كانت مادية ولا كان فقدان حد عزيز عليه ولا كان ينبطح يرمي كل حاجة؟ لو انت متخيل ان حياتك او وجودك على قيد الحياة مش هيأثر في اي انسان، فكلمة صباح الخير اللي بتقولها لابوك او امك الصبح دي بتأثر في الحياة، بتأثر في الكون. صباح الخير اللي امك بتسمعها منك لما تصحى من النوم دي معناها ان هي عايشة يوم كمان مبسوطة ان ابنها عايش. الابتسامة اللي بتبتسمها في وش واحدة ست كبيرة وانت بتشيل منها شنطة عشان تقيل عليها وهي تقول لك لا يا حبيبي ملهاش لازمة ليه كده، دي بتأثر في الحياة. مش هتكلم معاك في الآخرة وانت هتروح فين وهتعمل ايه، لا، لان انا ما يشغلنيش، لان في الآخرة انا مش هشوفك ولا انت هتشوفني، كل واحد فينا هيبقى مستني دوره في الحساب. انا بتكلم معاك في الدنيا، الست اللي كانت انت بتشيل منها الحاجة التقيلة وهي بتعدي الشارع او وهي ماشية، انت هنا لما اختفيت انت اختفيت بمزاجك. انت هنا قررت ان الست دي ما تستحقش المساعدة، قررت ان امك ما تستحقش انك تقول لها صباح الخير. فنيجي نسأل هنا بانسحاب ده انت هتغير حاجة غير انك هتزود عدد الناس اللي هتفكر تنسحب؟ اصلك ما تعرف في ناس يعني بتتحنك وتقول ان انا ما ببصش في الكاميرا عشان ببقى بقرا حاجه. لا، اللمبه جايه غبيه جدا هنا يعني. بص كده هتشوف دلوقتي ايه اللمبه، فاهم؟ فانا ببص كده علشان اللمبه ما تظهرش في النضاره، عشان عينيا بتوجعني لما بفضل باصص في اتجاه واحد، فلازم افضل احرك. والفكره في ان انا لا يمكن كنت اتخيل ان صاحبي ده يطلع منه الكلام ده، وانا متاكد انه لو كان قال لي الكلام ده قبلها وكنت حاولت الانسحاب فانا ما كنتش هنجو. ما تبقاش انت تعرضت للموت مره، تعرضت لمواقف
هددت حياتك بالخطر، ربنا خرجك منها على خير وبس بستر ربنا. ابدا ما كانش في اي سبب تاني غير هو ستر ربنا. بعد ما ده حصل فانت تقرر بقى ايه، لا شكرا مش عايز الستر ومش عايز الحياه، خلاص عدينا الفتره. كان بيكلمني من قبلها، من قبل الموضوع ده يحصل، ان هو عايز يعمل مشروع وانا كنت باخد كلامه ايه، مش هيلاقي مشروع يكسبه قد الفوائد بتاعه البنك، وهو حابب موضوع فوائد البنك ومصدقها، فخلاص يا اسطى انت مش سواق اوبر، هو هيشتري العربيه وانا هشتغل عليها زي ما كنت شغال قبل كده مع الراجل اللي كنت مأجر منه الرينو داستر. رحت عامل خطه محكمه كده، عملت ايه، مسوده تانية، مسوده تالتة، طلعت بخطه الشغل، لان الموضوع هيكلفه كل ما يملك عشان يجيب عربيه لانسر شارك هاي لاين موديل السنه. بيوم لقيته بيتصل بيا بيقول لي بقول لك يا يحيى عايز اكلمك في موضوع كده، تعالى نقعد على القهوه. وانا نازل قلت خلاص هو مش ما اقتنعش بموضوع اوبر ورجع في كلامه، او مقلق من حاجه، او شايف ان هو يدفع 350 الف جنيه في عربيه ما يضمنش نجاح المشروع ده، خصوصا ان مصر كلها بقت اوبر. قعدنا على القهوه لقيته بيقول لي بص يا اسطى بصراحه انا مش شايف ان موضوع اوبر ده هينفع. حقك، خلاص اتفقنا اوكي. لان انا برضو كنت حاسس بشيء من الشفقه من ناحيته ليا، اللي هو خلاص يا اسطى بقى ما فاهم، ما تنسحبش وخد ايه، خد 350 الف هات بيهم عربيه واشتغل عندي بايه، ب5 6000 جنيه في الشهر لحد ما يبقى معاك فلوس وتبقى بني ادم كويس. فانا حسيت بشيء من الشفقه يعني، رغم ان هو اكيد ما كانش يقصدها، بس انت عارف في اللحظه دي انت نفسك وانت بتتفرج عليا دلوقتي حسيت بشيء من الشفقه يعني. قال لي انا ما اقدرش ابدا ان انا اثق انت سايق الساعه 2 3 بالليل، ان انا كنت هشتغل 16 ساعه عادي، عملتها قبل كده يعني فقشطه. قال لي انا ما اقدرش ابقى واثق ان انت ماشي على الدائري الساعه 2 3 بالليل يطلع عليك قطاع طرق ياخدوا منك العربيه. ما اقدرش اثق في سواقتك بنسبه 100% من اللي انا اعرفه عنك في اوبر، فانت يحيى بتاع مشاكل، انا ما اقدرش اثق في ده. فانا اسف، دي بالنسبه لي هتبقى خسران نسبه يعني اكتر من 60 70%. قلت له حقك يا اسطى، ما اقدرش اتناقش معاك في ده. قال لي بس انا اقدر اراهن على حاجه تانية. مش انت حاولت تعمل فيديوهات من 5-6 شهور في شهر 8 2018 عشان ما كانش فيه فلوس تقدر تبدا بالموضوع، الموضوع ما نجحش. قال لي يعني انت مشكلتك يا يحيى هي الفلوس، لو انت معاك فلوس هتعرف توصل لحاجه يعني، مش هتبقى فلوس دي اترمت في الارض. بصيت له كده بزعل، رحت عينك الشعري كده ومطلع جبيني الاتنين بره، وقلت له لما ابقى جاي لك يا اسطى مادد ايدي هدومي مقطعه وبقول لك اديني حاجه لله، يبقى اتعامل معايا بالطريقه دي. رحت سايبه وماشي، راح ماسكني كده من قفايا ومقعدني بالعافيه. وبالمناسبه صاحبي ده فعلا ضخم بجد. انت ما بتتعلمش، انت بتنسحب تاني، بتهرب تاني. انت يا ابني مش شايف ان انت موهوب، ان انت بتعرف تتكلم، انك سهل توصل افكارك للناس، انك سهل في وقت تكون بتهزر وبتضحك بعدها بنص ساعة تكون بتتكلم جد وموضوع شديد جدا جدا وبتتناقش نقاش فكري، بعدها بساعة تبقى قاعد بتهلس بمنتهى السفالة وقلة الأدب وتنسحب تاني. وبعدين الرواية اللي انت كاتبها، هو انت مش قلت ان انت لما رحت لدار نشر مش هينفع نقول اسمها، قالوا لك لازم يكون عندك فولورز ولازم تكون مشهور عشان نعرف ننشرها لك، يا اما انت اللي هتتحمل كل تكاليف النشر، لكن ده اسمه استغلال. قال لي لا، انا بالنسبه لي اللي اسمه استغلال يا يحيى ان انا اشتري عربيه ب 350 الف واديها لواحد ممكن يودي نفسه ويودي العربيه في 60 الف داهيه. فانا يا يحيى للاسف ما اقدرش اضمنك في موضوع ان انا اشتري عربيه واسيبها لك وارمي فلوسي كده على اسفلت. افرض عملت حادثه، هو انت فاكر ان كل مره ربنا هينجيك؟ لو ربنا نجاك في مره لسبب ولحكمه لا يعلمها الا هو، فانت ما تعرفش ربنا هينجيك ثاني ولا لا. انا دلوقتي هستلف مبلغ 100 الف جنيه وما اعرفش انا هيجي لي فلوس امتى وازاي، بس عارف كويس انا هعمل بيهم ايه، ان انا كاتب الخطه من قبلها في شهر 8 لما ابتديت خالص اعمل الفيديوهات بتاعت زخانيق واجري. يعني لو انت فاهم الاسم ده عباره عن ايه يبقى انت جامد. قلت له مبدئيا احنا هنكتب وصل امانه، ثانيا انا مش هستلف منك 100 الف جنيه، انا هستلف منك ما يعادلها بقيمه الذهب. يعني مثلا لو ال20 جنيه دهب وقتها كانوا ب100 ألف جنيه، فوقت السداد ال20 جنيه دهب بقت ب140 ألف جنيه، وده حلال 100% لأن دي سلعة اقترضت منه، سلعة اقترضتش منه مال، فبالتالي هو بقى ضامن ان هو مش هيخسر. اتفقت معاه ان انا هبتدي شغل يوم 1/3 يعني. فقعد بتناقش معاه بقول له انا يوم 1/9 يوم عيد ميلادي هكون عديت ال 50,000 سبسكرايبر على اليوتيوب، وهكون عديت ال 100,000 فولور على الفيسبوك، على صفحة الفيسبوك. قال لي بص يعني حاول تقلل من الاكسبكتيشنز بتاعتك يا يحيى، ما تعليش التوقعات قوي علشان خاطر ما تزعلش. استلفت منه وشاهدنا الشهود وباقي القصة انت تعرفها. لما باجي اتساءل مع نفسي، هو انا ليه يومها عشت؟ ليه يومها العربية اللي عدت من قدامي وعملت زو دي ما لهفتنيش؟ لكن اظن فان انا عشت يومها علشان خاطر اعرف اعمل الفيديو ده.
ايوه يا اسطى، يعني انا اروح استلف 100,000 جنيه عشان ابقى جامد؟ لو عملت كده وفشلت فدي مش مشكلتي، فانا هنا ما بقولكش روح اعمل كده ومش عارف ايه خالص نهائي ابدا. لكن انا اللي بقوله هنا للناس اللي فاهمه انا عايز اقول ايه، ان ببساطه شديده لما تبقى انت تحت قوي لازم حد يشدك معاه لفوق، يقولك تعالى بس تعالى، انت اللي حاطط نفسك تحت، او انت اللي شايف نفسك تحت. انت شايف نفسك تحت لان انت قاعد جوه وشايف كل حاجه من المنظور اللي جوه، انت ما شفتش الحياه ابدا من منظور ناس تانية علشان تعرف قيمتك في الحياه ايه. قيمتك في الحياه بعملك. هو لو ما كانش سلفني كنت انا هدور على شغلانه اجيب منها تمن وابدا بيوتيوب، كنت هشتغل اوبر على اي عربيه لمده سنه واجمع لي 100,000 جنيه ولا 80,000 جنيه 50,000 جنيه ايا كان هجمع كام وابدا. لكن هي الفكره كلها في ان في عز انكسارك وفي اهم وفي اكبر لحظات ضعفك تكون عارف وموقن ان في انسان واحد بس، حتى واحد بس، انت مش محتاج غير واحد بس يعرفك ان انت انسان مش كوم زباله وبس كده. السلام عليكم.